ايه هي السعادة؟ السعادة هي الحاجة اللي كلنا بندور عليها، بس لحد كبير ما بنعرفش نوصل لها عشان ما بنعرفش هي ايه اصلا في الحقيقة. من وجهة نظري عشان اقدر اوصل للسعادة بجد محتاج اركز على 3 حاجات. اول حاجة معادلة السعادة. جوناثان هايد قال لك the happiness comes from the right relationships. السعادة بتيجي من العلاقات اللي في حياتنا، علاقتك بشغلك، علاقتك بالناس اللي حواليك، حتى علاقتك بنفسك. ماركوس أوريليوس قال لك the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. السعادة في حياتنا بتيجي من جودة أفكارنا. نافال قال لك happiness is more about peace than it's about joy. السعادة هي عبارة عن سلام أكتر بكتير من متعة. وفي ناس تانية بتحاول تجبر فكرة السعادة إنها سفر أو فلوس أو ممتلكات أو فيلل أو إلخ أو كل الكلام دوت. ولكن إيه هو الصح؟ أو إيه هي السعادة؟ من وجهة نظري السعادة هي كل ده، أو بمعنى أدق السعادة هي معادلة بسيطة، س زائد ص بتساوي سعادة. قبل ما أقول إيه هي س أو ص عايز أقول قواعد المعادلة الأول. المعادلة ملاش غير 3 قواعد. اول حاجه لازم تكون انت اللي مختار السين والصاد، محدش ابدا ينفع يختارهم لك. تاني حاجه السين والصاد لازم يكونوا واضحين جدا، ما ينفعش يكون فيهم احتمال او تقريبا او ممكن، لازم تكون السين والصاد واضحين جدا. والتالتة واللي انا شايفها اهم واحده، كل ما قلت عدد العناصر اللي في المعادله كل ما بقت احلى. مثلا في واحد ممكن تكون معادلته س وصاد وعين ولام، واحد تاني تكون معادلته س وصاد. كل ما بقت العناصر اقل كل ما بقت احلى. لو في واحد معادلته عن السعاده هي س بتساوي سعاده، وواحد تاني معادلته عباره عن س وصاد ولام وعين ونون، فالشخص اللي معادلته فيها عنصر واحد بس كل هو محتاج ان هو يوصل للعنصر دوت ويحقق السعاده بتاعته. لكن الشخص التاني محتاج يحقق 1 و2 و3 و4 و5 حاجات، ولو حقق 4 حاجات هيفضل برضه مازال حاسس ان في حاجه ناقصه عشان تكمل سعادته، وان سعادته لسه مش كامله. فكل ما تبقى اقل كل ما تبقى احلى. طب ايه هي السين وايه هي الصاد دي؟ السين والصاد دي الحاجات اللي انت بتقرر ان هي تكون سعادتك في يوم من الايام. مثلا السين والصاد ممكن يكونوا فلوس وشهرة، عند شخص ثاني ممكن تكون حرية وسفر، عند شخص ثاني ممكن تكون سلام وعيلة. كل واحد عنده السين والصاد بتاعته. حتى لو انت مش مستوعب دوت، كلنا عندنا سين وصاد بس احنا مش عارفين ان هم موجودين في دماغنا. المعادله دي حولت السعاده من الشيء اللي غير مفهوم وغامض وعمرك ما هتعرف توصل له لحاجه انت ممكن توصل لها عادي جدا. السعاده اتحولت من الشيء اللي انت كل ما تجري وراه تحس ان هو بيجري منك كانه مش من حقك او كانه مش بتاعك، لحاجه انت ممكن توصل لها بسهوله. كلنا شفنا العيله اللي هي بسيطه جدا واللي هم مبسوطين بلمتهم، مبسوطين باللقمه البسيطه، مبسوطين ان هم حوالين بعض، مش عايلين هم بيزنس او بورصه او سوشيال ميديا او ترندات، هم مبسوطين عشان هم حوالين بعض. عمرك فكرت ليه او اشمعنى؟ موضوع بسيط جدا، عشان الناس دي معادلتها بسيطه جدا، راحت بال ولمت عيله بس كده، مش عايلين بقى هم اي حاجه تانية. اقعد كده مع نفسك وفكر كم حاجه انت عايزها تكون معاك او تمتلكها عشان تبقى مبسوط. كم جنيه، كم فيلا، كم صاحب، كم عربية، كم ممتلكات، كم كلمة تشجيع. اقعد مع نفسك وفكر في معادلتك كويس قوي. تاني حاجة هي الواقع الافتراضي. هنري ديفيد قالك happiness is like a butterfly. The more you chase it, the more it will run. But if you turn your attention to other things, it will come softly on your shoulders. من الآخر الحاجة اللي احنا بنجري وراها بتجري مننا. كل الناس اللي بتجري ورا الفلوس طول عمرها بتموت وهي مش مقتنعة ان عندها فلوس كفاية. وكذلك السعادة، لو قعدت تجري ورا السعادة طول عمرك الرحلة هتخلص وانت مقتنع ان عمر ما عدى عليك يوم حلو او ان حياتك ما كانش فيها سعادة كافية. في تغيير كبير حصل في حياتي لما ابتديت اقتنع ان الحياة جوانا مش حوالينا، او بمعنى اصح السعادة جوانا مش حوالينا. في نظارة اسمها VR اللي هي نظارة الواقع الافتراضي. دي نظارة بتعملها الشركات عشان لما توصلها بموبايل او بلاب او باي جهاز بتبتدي تعرض اللي موجود على الجهاز دوت بس بشكل واقعي كأنه هو الواقع اللي انت عايشه. تعال تخيل ان احنا كلنا لابسين النظارة دي 24 ساعة، بس النظارة مش متوصلة بموبايل ولا بلاب ولا باي جهاز، النظارة متوصلة بدماغنا. بمعنى ان النظارة بتورينا اللي احنا بنفكر فيه، من الاخر اللي احنا عايزين نشوفه.
لو انت شخص كل تفكيرك الزعل والحزن والمواقف بس الوحشه اللي بتحصل في حياتك، النضاره هتخليه حقيقه. لو انت شخص كل تفكيرك فرح وسعاده والمواقف الحلوه بس اللي بتحصل في حياتك، النضاره هتخليه حقيقه. فاكر لما كنا اطفال وبنقعد نضحك ونهزر في مواقف ما ينفعش نضحك فيها، زي مواقف وحشه او مواقف زعل او مواقف الناس الكبيره كانت بتبقى زعلانه فيها؟ ده عشان لما كنا اطفال كنا بنشوف الحياه بالطريقه اللي دماغنا بتشوفها بيها، اللي احنا عايزين نشوفها بيها، مش اللي العالم عايز نشوفها بيها. نفس الموقف احساس مختلف. ممكن تجرب بنفسك، قضي يوم كامل كل تفكيرك على مدار اليوم هو الحاجات الوحشه بس اللي بتحصل، ويا لو تحط عليها شويه ذكريات قديمه. وقضي يوم تاني كل تفكيرك على مدار اليوم هي الحاجات الحلوه والحاجات اللي بتجيب لك سعاده، او الحاجات اللي بتحاول تحققها وبتسعى ليها اصلا، وشوف بنفسك الاختلاف. تالت حاجه ودي الاهم بالنسبه لي، دايره الجحيم. ودي حاجه لما فهمتها تفكيري اتغير خالص حتى وانا قاعد لوحدي. الفكره ان الافكار بتاثر في دماغنا، الحاجات اللي انت بتفكر فيها النهارده بتفضل موجوده في دماغك. فلو انت شخص كل تفكيرك هو عن الحاجات الوحشه بس في حياتك، دماغك بقت متبرمجه على كده انها تشوف الوحش بس في الحاجات حتى لو انت مش قاصد كده. مارك مانسون عرف حاجه باسم دايره الجحيم. تعال نتخيل موقف بسيط، انت في فرح ولابس بدله او لابسه فستان وقع عليها نقطه قهوه، فاتضايقت جدا وقعدت تقول انا ليه في الفرح متضايق على نقطه قهوه بدل ما اقعد اتبسط وهيص مع الناس. وبعد كده تحاول تغير تفكيرك انه يفكر في الحاجات الحلوه بس وانك تقعد تتبسط، بس مش عارف، فتقرر انك خلاص شخص كئيب وتقعد لوحدك. وبعد ما تقعد لوحدك تحس ان انت خلاص بقيت وحيد، او ان انت مش عارف تتبسط في وقت الفرحه وانك قاعد لوحدك، وتقعد تلف في نفس الدايره دي. اسمها دايره الجحيم. انت مش عايز كده، انت مش عايز تقعد تفكر في اللبس اللي اتوسخ بدل ما تقعد تتبسط وتفرح معاهم. ده عشان انت دربت عقلك على كده سنين وسنين وسنين ان هو يفكر في الحاجات الوحشه بس، معرفتش تبرمجه، معرفتش تدربه ان هو يعرف يفرح. انت مدربتوش ان هو حتى في الحزن يفرح، حتى لو بابتسامه صغيره جدا. في جمله قريتها قبل كده صح ما اعرفش مين كاتبها، لن يحدث شيء رائع من تلقاء نفسه، اصنع بهجتك. وبكده دول الثلاث حاجات اللي انا شايف ان هم يقدروا يوصلوك للسعاده. ملخص كل اللي انا قلته، اول حاجه خلي بالك من معادلتك كويس قوي، لان هي دي اللي انت هتسعى وراها طول حياتك. تاني حاجه ما تستناش اي موقف او شخص او حاجه تبسطك، ابسط نفسك بنفسك، السعاده جوانا مش حوالينا. تالت حاجه خلي بالك كويس قوي من الحاجات اللي انت بتفكر فيها النهارده حتى لو كان لوحدك. اللي انت بتفكر فيه دلوقتي حتى لو كان مع نفسك هيفضل في دماغك ودماغك هتتبرمج عليه. ولو انت استفدت من الحلقه وعارف شخص ممكن يستفيد منها، ممكن تعمل له شير او تشير عندك في الاكونت، ده ممكن يكون دعم كبير بالنسبه لي. ولاي حد بيتفرج لو حابب تدعمني او تدعم القناه، اكبر حاجه ممكن تعملها هي فولو او اشتراك على حسب انت بتشوفني او تسمعني منين. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.